السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا العديد يتساءل: كيف وقعت هذه الطائرة الليبية داخل أراضي تركيا؟ وكيف تم ذلك؟ ومن يقف وراء ذلك؟ إذا الفريق الأول محمد علي الحداد كان على تواصل مع المخابرات التركية لفترة طويلة جدا، وكان هناك تعاون قوي جدا بين الفريق الأول والسلطات التركية، بالأخص المخابرات التركية، وبالتالي هذا لن يعجب ولم يعجب أبدا حفتر. وعندما نقول حفتر نقول أيضا المخابرات الإماراتية. وبدون وسوسة يا إخوان، هذه الصورة اللي خلفي هي لعدي ابن صدام وليست كما تظنون. هناك العديد من المشاحنات بين حفتر والفريق الأول محمد علي الحداد، وخاصة بالموضوع التركي. كما تعلمون أيضا حفتر يواجه حكومة الوفاق التي هي شكليا مدعمة من طرف تركيا. حفتر والإمارات لم يكونا على اتفاق مع تركيا، حتى لو بينوا شكليا العلاقات الدبلوماسية الطفيفة نوعا ما. لذلك أرادوا التخلص من الفريق الأول علي محمد الحداد، والموضوع تم إعداده سلفا، أي الطائرة كانت مجهزة من طرف ضباط تابعين لحفتر، وتلاعبوا ميكانيكيا بالطائرة. وكل هذا يا إخوان من أجل أن يلصقوا التهمة بتركيا، لكن الفاعل الحقيقي هي المخابرات الإماراتية بمساعدة حفتر. وكان هناك حتى ضباط إسرائيليين جايبتهم الإمارات إلى حفتر من أجل هذا الموضوع خصيصا. إذا بعدما تم التخلص من الفريق الأول الليبي، سيأتي حفتر بشخص عنده فيه ثقة أكبر من محمد علي الحداد، وراح ينصبوا ويستبدلوا، لأن حفتر يعلم قوة علي محمد الحداد، لا يستطيع أن ينحيه من المنصب، وحاول مرارا وتكرارا إزاحته. لذلك كانت هذه الطريقة الوحيدة للتخلص منه. الإمارات يا إخوان تتلاعب بحفتر مثل الخواتم في أصابعها، وليس له أي رأي ولا سلطة إلا بقرار من الإمارات.